السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. ازيكم عاملين ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا هنبدأ بقى بسم الله كده، وهنعمل أول حاجة في سحور رمضان تدميس الفول أهوت. هندمسه في الفولة بتاعتنا أو الدماسة بتاعتنا العادية بتاعت البيت، وبطريقة خفيفة وظريفة والله، وهيطلع زي فول زمان. اللي يفتكر بقى الكلام ده لما يكون حد كبير زي كده، كانوا زمان بيبيعوه على العربيات أو في محلات الفول، وتبص تلاقيه في الآخر بيحط لك كبشة بليلة كده على وش الفول، بعد ما يغرف لك الفول في قلب الطبق. كنا نستغرب ليه البليلة مغروفة في قلب الفول. كان يقول دايما الراجل اللي كان بيبيع الفول، يقول ده هي البليلة اللي بتحلي الفول وبتنشيه وتخليه تخين وحلو. انا معايا النهارده نص كيلو فول، لان دمستي صغيره ما بتشيلش اكتر من كده. نص كيلو فول تدميس. تعالوا الاول نشوف فولة التدميس بتاعتنا الحلوه، اللي هي البلدي بتاعتنا من اي علاف تجيبيها منه. تقولوا اديني الفوله البيضه الكبيره. بصوا اهي فولة بيضة كبيرة، ما تجيبوش الحمرة الصغيرة ديت. يعني بتحسي انها ناشفة وقشرتها بتبقى سميكة جدا. هو بيستوي معاكي بسرعة، بس ملوش طعم الفولة البلدي دي خالص خالص. تقولي له اديلي الفولة، هي اغلى شوية بس احلى بكتير في الطعم. نيجي اول حاجة ننقيه. بننقيه ازاي؟ اهو اول حاجة بصوا حباية زي دي كده، اهي دي فولة، بس بصوا الحتت السمراء اللي فيها دي، لا دي وحشة، ما نحطهاش في وسط الفول. مثلا لقينا واحدة زي دي كده مكسورة، بنشيلها بره الفول. احنا لا هنلاقي فيه زلط ولا اي حاجة. بصوا ديت اهيت. كل لما نلاقي فولة مش حلوة، بصوا الفولة المكرمشة اللي زي دي، بصوا عاملة ازاي مكرمشة اهي دي ما تستويش، هتفضل ناشفة معاكي ومحصرمة في قلب الدماسة. اشيلها بره خالص، يبقى انا لا هلاقي طينه ولا هلاقي اي حاجه. بصوا ديت اهي مكرمشه اهي، برضو مش حلوه، ما بتبقاش حلوه خالص. الفوله البيضه الساده الحلوه ديت هي بس اللي اخليها. بصوا ديت، بصوا مش حلوه خالص خالص. اشيلها بعيد كده عن الفول، هيطلع لك الفول زي الزبده اهو. بصوا اللي فيها نقط سودا دي ما تحطهاش خالص. دي بتبقى فولة مريضة مش حلوة، ما تحطهاش خالص في وسط الفول بتاعك. اهو بيتنقى في ثواني. اهو انا بنقيه معاك واحدة واحدة. بصوا اهو اللي فيها حتت سودا كبيرة دي فولة مريضة، ملناش دعوة بيها خالص، ما نجيش جنبها. احنا هننقي فولنا اهوت. بصوا الصغيرة المكرمشة ديت اهي، دي تبقى محصرمة خالص. محصرمة يعني ما هياش بتستوي، ما تستويش خالص، مش زي الفولة البيضة الحلوة اللي زي دي. برضو اشيلها من وسط الفول. عرفنا بننقي الفول ازاي، خاصة للبنوتات الصغيرين اللي لسه بادئين بقى. بصوا اهي نشيل دي بره كده، يعني مش هنشيل كتير ولا حاجة ان شاء الله. هو نظيف وجميل ومن العلاف العادي، ولا هنجيب حاجة اكياس غالية ولا الكلام ده خالص، بس احنا ننقيه كويس. بصوا ادي فولة كبيرة اهي، بس بصي مكرمشة وفيها حتة لونها ايه، لازم اشيلها واستبعدها بعيد خالص عن الفول. كده انا هنقيه على هذا الوضع اهوت. بصوا اهو ده اللي انا بلاقيه في الفول، مش هلاقي لا طينه ولا زلط ولا الكلام ده خالص، لا لا. هي بس الفوله المريضه الوحشه هي اللي استبعدها خالص عن الفول بتاعي، عشان يطلع كله سوى واحد وبيطلع جميل جدا ومفهوش اي حاجه محصرمه. بصوا الصغيره المكرمشه الوحشه ديت ابعدها بعيد خالص اهو. اهي ديت برضو فيها نقطة، دي مريضة وحشة ابعدها خالص، ما اعملهاش. اهي المكرمشة ديت اشيلها اهو. بقية الفول بقى عندي ما شاء الله عليه جميل جدا جدا جدا. بصوا ديت استبعدها برضو مش حلوة خالص، ارميها كده. بصوا بقية الفول بقى قدامكم اهوت حلو خالص جميل مفهوش اي حاجة. خلاص هو على كده يبقى اتنقى وجميل، وببص وبعيد عليه مرة كمان. اديني شلت التلاتة دول وحشين.
بصوا اللي طلع من نص كيلو اهو، دول اللي طلعوا من النص كيلو بحاله. انا كل اللي هعمله دلوقتي هحطه في الدماسه بتاعتي، هحط عليه ميه من الحنفيه عاديه جدا، هملى الميه لغايه الرقبه ديت، الرقبه ديت كده املاها ميه، واسيبه لغايه تاني يوم الصبح محطوط على البوتاجاز بتاعي، واسيبه للصبح. ما شاء الله عليها تصبحوا تلاقوا الفوله قد كده مرتين بالظبط. الفوله البيضه المكموره الجميله ديت تبقى حلوه جدا في التدميس وتاكلوا احلى فول. كل اللي بضيف له الاضافات بتاعته معلقتين قمح، معلقتين كبار قمح مغسولين اهمت، هحط عليهم حبه ميه سخنه وهسيبهم للصبح في الطبق الصغنون دوت واغطيه، وببشر له جزرتين صغننين زي دول كده اهو، هبشرهم وهحطهم عليه بكره الصبح اذا عشنا ان شاء الله. هيطلع احلى فول معاكم، ولا هحط نشا ولا هحط فول مشوش ولا هحط عدس ولا هحط اي حاجه من الحاجات دي خالص. هو كده كفايه عليه قوي، هي معلقتين القمح وجزرتين اتنين، هيطلع معاكي احلى فول ان شاء الله باذن الله. نحطه بقى في الفوالة بتاعتنا ونشوف كده هنعمل فيه ايه تاني. رجعت لكم تاني اهوت، وادي الفول بتاعي اهوت متغطي بالميه. بصوا الميه اهي مغطياه خالص، هسيبه بقى للصبح كده. ادي القمح بتاعي اهوت معلقتين، هحط عليهم حبه ميه سخنه اهو. بس كده هسيبهم، هيصبحوا الصبح مفشرين. مفشرين يعني ايه؟ يعني كل حبايه بتكبر كده وتفتح بس، واروح بشر الجزرتين دول، وان شاء الله هنعمله مع بعض خطوه بخطوه باذن الله. هنغطي برضو القمح دوت على بيات ونسيبه بره على الرخامه، والصبح باذن الله نحط كله على بعضه باذن الله ونعلق على الفول، وهنشوفه بعد 6 ساعات باذن الله شكله عامل ازاي. ماشي يا حبايبي؟ يا صباح الهنا على عيونكم جميعا يا حبايبي. يلا زي ما احنا حضرنا الفول مع بعض بالليل اهو، صبحنا الصبح بأمر الله، جينا كشفنا على الفول بتاعنا اهو منقوع في المية، هوريه لكم اهوت. بصوا الحباية بقت قد ايه، بصوا، ومية من الحنفية عادية جدا مفيهاش اي حاجة. حبايته كبرت وبقت حلوة ومش هتاخد وقت على النار بإذن الله. ماشي. وادي البليلة بتاعتنا اللي نقعناها في حبة مية سخنة بالليل. بصوا صبحت عاملة ازاي، فشرت على طول، فشرت يعني نفشت وفتحت من بعضها، تبقى جاهزة هتدوب في قلب الفول دوت دوبان. وادي الجزرتين اللي كانوا معايا الصغيرين اللي انا بشرتهم اهم موجودين معايا. بينا بقى على الحوض نصفي المية ديت في قلب الحوض، ونحط عليه بقى مية مغلية ونحط عليه الإضافات بتاعته على البوتاجاز، هنشوفها مع بعض دلوقتي حالا. ماشي. دي كوباية الحلبة بتاعتي اللي بشربها الصبح، مش تبع الفول خالص. اهو جينا على الفول اهو، خلاص صفيناه من المية خالص بقى صافي خالص. بصوا حباياته كبرت ازاي وبقت حلوة قوي. بصوا الحباية ما شاء الله عليها كبيرة وحلوة. بس هنضيف الإضافات بقى بتاعته اهيت. ادي البليلة، وادي الجزر بتاعه، وادي المية المغلية بتاعته اهي. عشان ما ياخدش معايا وقت وهو بيبتدي يغلي، هو كده هيبتدي يغلي واخلي النار شمع عليه خالص. بصوا انا مليت المية لغاية فين، لغاية حز الرقبة بتاعت الدماسة اهي. كده انا ولعت عليه خلاص بقى، هديله تقليب. بصوا اهي بقلبه كله مع بعضه اهو، حاجته كلها معاه اهي. ولا بحط توم ولا بصل ولا قوطه ولا الكلام ده خالص. هما حبه الجزر هيدوله لون وبيدوله فايده عظيمه، طبعا كلنا عارفين فوائد الجزر. وفي نفس الوقت البليله هتخليه
تخين وحلو، وطبعا عارفين القيمة الغذائية العالية بتاعة البليلة الرهيبة. حتى يعني كل دكاترة التغذية بيوصوا بيها للي بيعملوا رجيم. اللي بياخد كوباية بليلة على الصبح دي تكفيه وتغنيه عن الفطار تماما من كتر الفيتامينات اللي هي موجودة في القمح بتاعنا الجميل ده. بس كده أنا خلاص هغطي عليه وأنا مطمنة، ومش هاجي جنبه خالص ولا أفتح عليه. أول ما هلاقيه بدأ بيغلي، هو هيبتدي يغلي دلوقتي، خلاص ما كشفوش وهو بيستوي عشان ما يسودش مني. أهم حاجة إنه ما يتكشفش وهو بيستوي خالص عشان يفضل لونه جميل وما يدينيش اللون الأسود. وآدي الغطا بتاعه اهوت. بس أنا هسيبه كده بقى وههدي عليه النار شمعة وأسيبه بإذن الله هنشوفه مع بعض بعد ما يستوي. بصوا حبايبي الفول اهوت ما كملش 5 ساعات. بصوا طالع عامل ازاي، كهرمان والله كهرمان. بصوا يعني دايب دوب خالص. بصوا البليلة في وسطه جميلة ازاي. هنطلعه بقى في الطبق واوريهولكوا وهو مهروس، هيبقى في منتهى الجمال. ثواني. وادي فولنا الجميل يا جماعة اهوت حبايب قلبي. بعد ما هرسناه بالمعلقة بقى زبدة. كل الإضافات اللي أنا هحطها عليه، أنا عملت له سلطة خفيفة كده، طماطم على خيار على فلفل أخضر، ويا سلام لو في عودين جرجير كمان بيطلع في منتهى الجمال. سامحوني على صوتي. بس ببتدي كده خلاص أحطهم على الفول، وهبتدي أحط إضافات الفول العادية جدا اللي هي طبعا الكمون، دي أهم حاجة للفول، ملح، شطة، زيت، طحينة. وعاملة أنا دقة برطمان كده، دقة محطوط في قلب باب التلاجة، بيبقى باستمرار عندي للفول أو للكشري، أخد منه للكشري وحاجات زي كده. بيبقى توم على فلفل حراق كده، على خل، على ملح، على شطة. أهو حطيت الدقة بتاعتي على الفول. أحط بقى الملح والكمون والشطة بتاعته وزيت وطحينة عادي جدا زي أي فول الواحد بيحط له حاجته، وهقلبه تقليب عادي جدا. أشهى طبق فول تاكلوه في السحور هو الطبق ده، وخفيف لأن السلطة بتهضم لي الفول. أخف أنواع الفول بصراحة اللي بتتعمل في السحور. في بقى أنواع كتيرة تانية ممكن تتعمل بس بتبقى تقيلة شوية، بس الزبادي يعني بيخفف الموضوع، يخلي الواحد يهضم بسهولة ويسر. بصوا منظر الفول والله مش قادرة أوصف لكم نعومته، ولدرجة قشرته اختفت تماما في قلبه، مش موجود. وطبعا تحس إنه تخين كده ومتماسك مع بعضه، جميل جدا جدا جدا. ودول حبة فول صغيرين جماعة مش كتار، يعني احنا ما غرفناش غير حبة صغيرين من الدماسة. عملوا لنا طبق محترم. حطينا الكمون وحطينا الفلفل وهنحط الشطة بتاعتنا، يبقى طبق الفول بتاعنا كده في منتهى الجمال، متحيق تحقيق جميل جدا وسهل في هضمه. بلاش الشطة، لو مش قادرين على الشطة في الصيام بنشيلها وبنستبعدها عشان ما تخليناش نعطش أو تعمل عسر هضم للإنسان وهو في وقت الصيام. وأشهى طبق فول هتاكليه من عمايل إيديكي ومن دمستك، ومنتهى الجمال وسهل وبسيط. وفي أنواع كتير من الفول هتتعمل معانا إن شاء الله بإذن الله. ممكن في طماطم وبصل تتعمل على النار مع حتة سمنة بلدي وتنزلي عليها كده بالفول بتاعك، وممكن فول بالبيض والسمنة البلدي. أنواع كتير الواحد بيعملها للفول وبيغير. بس حطيت على الوش حبة سلطة من السلطة بتاعتي، حبة طحينة وحبة شطة صغيرين. طبق الفول بتاعي بقى جاهز خلاص. ايه رأيكم بقى في طبق الفول الشاهي اللي يفتح النفس دوت؟ يا رب يكون عجبكم الفيديو. اللي يعجبه الفيديو بقى ما ينساش أم كريم من الاشتراك واللايك الجميل. وأشوفكم على خير بإذن الله. مع ألف سلامة حبايب قلبي، مع السلامة.